الضرايب الحقيقي، وهو الوحيد اللي معاه الشفرة، لكن مش هيتكلم ولا هيغيب عن عينيها لحد ما تاخد فلوسها. وطبعا دي بتكون خطة منها علشان تقدر تاخد منهم الشنطة. وبيركبوا الطيارة وأفراد العصابة بيفتشوا تليفون كول وبيشوفوا صورته هو وسيد، وبيعرفوا إن سيد كدبت عليهم وكول مش هو رجل الضرايب الحقيقي. وبيسألوهم فين الشفرة وإيه اللي هنقتلكم انتوا الاتنين دلوقتي. بتقول لهم الشفرة موجودة معايا، وبتديهم الشفرات الكهربائية اللي أخدتها من الصياد بعد ما مات. وأول ما بيمسكها مساعد ليفيك بتلف الخاتم وبتكهربه، وأوبس مرة واحدة بيبدأ بينهم الأكشن. بس واحد فيهم بيقدر يضرب سيد بالسكينة ببطنها اللي هي تتشل إيدك، فبتقول له كول ياخد الشنطة ويهرب بسرعة، لكن كول بيلبس المظلة وبياخدها هي والشنطة وبيهربوا من الطيارة على طول. وبعد 6 ساعات على جزيرة وسط البحر بتفوق وبتلاقي كول جنبها وعالج جرحها، وبتفرح قوي لما بتشوف الشنطة لسه معاهم، وبتبعت إشارة للمنظمة بمكان وجودهم. وفي نفس الوقت الجاي